بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم متابعينا الكرام. اليوم راح اسوي وياكم حلاوة طحين التمن بس بالحليب مو بالمي. هاي عندي كوب طحين تمن نخلته وخليت عليه زيت، يعني لا قليل ولا هواية، يعني الزيت يكفي للطحين. اسهي الطحين بيه بس ما اغير لونه، يبقى نفس اللون ابيض. ورا ما اتغير لونه درت عليه هذا الحليب هسه، وراح أخلي له شكر وهيل وأنتظره إلى أن يدخن شوية، وبعدين أصبه بالماعين وأشوفكم النتيجة. طبعا والله العظيم ما أحكي لكم طعمها فد شي خيال، كلش طيبة، يعني أطيب من المي، كلش أطيب من المي. من أسويها بالمي بالحليب أطيب. هاي بعد ما ثخنت هنا ومنتظرتها شوية تتهدر. طبعا هي ما صارت بيها فصوص، بس من خليت الشكر شوية، يعني لازم أظل أحركها تتهدر شوية على كيفها على نار ناصية. والله طعمها فد شي أتمنى تجربوها. هاي هنا بعد ما خلصت راح أخليها بالماعين. شوفوا شلون قوامها حلو وريحتها كلش طيبة. أنا استخدمت حليب بقر، يعني حليب طازج، مو حليب طوز، حليب طازج مال بقر، كلش طيب صار وياها. هاي هنا كم ماعون طلعتهن يعني للجيران لأن صارت هواية، وخليت البقية إنه أنا كل ما أسوي أطلع من عندها للجيران، يعني مو بس إن أسويها، لأن ما شاء الله كوب واحد مال طحين تمن صار بركة، يعني هواية يصير أكثر من 7 ماعين، 6 ماعين 7 هيك إذا ماعين صغار. طعمها صار فد شي، ومن تبات يعني من تبرد بالثلاجة تصير كلش طيبة. أتمنى تجربوها وتنفع للثوابات، المناسبات، مثلا دورة سنة، مثلا ثواب عندكم بشهر محرم، إذا عندكم توزيعات تقدرون بماعين سفر صغار تسوى ويتخلى على الوجه مالتها مبروش أو فستق حلبي مطحون، وكلش طيبة يعني والله أطيب من ما يعني إحنا معتادين عليها. نسوي لونها جوزي شوية غامق، يعني لون الطحين نسهيه زايد بالدهن ونخلي لها مي. هاي لا، أنا أطبخ الطحين بالدهن يعني يستوي بس ما يتغير لونه، ما أخليه يتغير لونه، أخليه أكثر من ربع ساعة بالدهن يسهى بالزيت، أو إذا عندش دهن حار عادي، زبد، أي شي متوفر، دهن جنة، المهم يعني فد شي ريحته طيبة ويسهى الطحين التمن بيه، يصير طعمها كلش طيب ولونها حلو. وبالحليب بعد تضيف لها طعم أكثر، يعني خصوصا إذا حليب طازج. أنا هذا حليب بقر قلت لكم طازج سويت بيه، يعني كلش طيب والله طعمه. هسه إن شاء الله أشوفكم. خليت على الوجه مالتها فستق حلبي مطحون. اكو بيهم يخلوا لها نشا عفوا، حتى تدخن هي بلا ما تتخلى لها نشا. هو اصلا الطحين التمن هو يعني بيه مادة نشوية، خصوصا اذا تمن عنبر، مادة نشوية تصير بيه، يعني ماكو داعي واحد يخلي لها نشا حتى تدخن. طبعا هذا الجدر يصير عليه معركة بعدين. صايرة وياكم هيجي شغلات، يعني آخر شي من الصبون الحلاوة الجدر كلها تصيح نريد الجدر.
يعني حلاوة بالأم عين صبيهاش ما تاكلوها إلا بالجدر. هاي هنا بعد ما كملتها وخليت لها فستق حلبي، وصارت هاي الكمية كلها طلعت عندي ما شاء الله، يعني خير من الله. العفو مو كوب واحد طحين، هاي هنا سويت كوب ونص طحين. اي ثاني مرة سويت كوب بس ما صورتها. شوفوا قوامها شلون حلو، طعمها كلش طيب وكلش مفيدة للأطفال اللي هسه توهم يعني بدأوا ياكلون. بيها فوائد يعني حليب، ومثلا إذا زبد أو دهن حار، طحين التمن. أنصحكم تجربوها، وعلينا وعليكم بألف ألف عافية إن شاء الله.